فل. صباح السعادة، صباح الهنا، صباح الزفت، الطاقة الإيجابية. كلاكيت للمرة المليون. رايحين نكشف على عربية، عداد العربية يطلع نازل من 655,000 كيلو ل150,000 كيلو. انتوا متخيلين؟ يعني هو منزل عداد العربية 500,000 كيلو. ده ما يتقالش عليه إلا انت فاجر. فاجر والله. اولا حرام، حرام. ده اسمه غش وما يرضيش ربنا. انت ممكن تبيع السلعة بتاعتك بما يرضي الله. عجبني هشتري، ما عجبنيش خلاص. فكرة اللي انت تنزل عداد ده مش ده اللي هيبيع العربية. وانا بتكلم في العربيات البريميوم كار، اكتر عربيات بتتكشف عليها في موضوع العدادات. حرام، حرام، حرام. حاجة كمان في المقارنات يا جماعة، ودي دايما موجودة عندي على البيج على الفيسبوك. ما ينفعش اقارن عربية سيدان بعربية اس يو في. دي بلاتفورم ودي بلاتفورم، ودي هتديك اداء ودي هتديك اداء، ودي هتديك ركوبة ودي هتديك ركوبة. فانت لازم تبقى محدد اختياراتك صح. انت هتركب حابب ايه؟ حابب سيدان ولا حابب اس يو في؟ ليه؟ علشان انت لو طلعت من السيدان وركبت الاس يو في ورجلك خدت على العربيات العالية، عشان تنزل تركب سيدان تاني هتحس ان في لاج، ففي خلل حصل كده. فلازم تبقى انت عندك يعني مقارنة صح. لان في ناس كتير قوي بتبعت لي تقول لي اقارن مثلا ما بين توسان مثلا وما بين 508. ما فيش وجه مقارنة. دي سيدان تقارن التوسان بال 3008، دي بلاتفورم ودي بلاتفورم، يعني الاتنين زي بعض. انا عارف ان انا برد متأخر على شوية اسئلة كده، بس يعني سامحوني، يعني التمسولي العذر يعني. طبعا انتوا شايفين المنافسة القوية جدا ما بين فيات التيبو والنيسان صني. فيات عملت ايه؟ فيات قامت جايه منزله عربيه مانيوال ب 725. قامت جايه رده نيسان قالت ليه تركب مانيوال ب 725 طالما ممكن تركب اوتوماتيك ب 695. حلوة قوي المنافسة القوية اللي بتحصل في السوق دي. وعلى فكرة دي لصالح المستهلك، ويعني واتمنى ان توكيلات كتيرة تعمل الموضوع ده، لان هو هيعود على المستهلك بحاجة كويسة. ده حقيقي فعلا. بس هو السؤال هنا بقى اللي لازم الناس تعرفه. مش عارفين الستوري دي هتكفي ولا هنستنى اللي جاي. انت بتقارن ايه بايه؟ اولا ما ينفعش تقارن تيبو بنيسان. ايوه، ما ينفعش تقارن النيسان الصني بالتيبو. تيبو دي عربية مستوردة، فاكيد الخامات افضل، موتور احسن، شاسيه احسن. ده رأيي، ولولا اختلاف الآراء لبارت السلع. ولذلك هو أغلى. يعني هو منزل عربية مانيوال ب 725، والناحية التانية منزل عربية اوتوماتيك. ليه تشتري مانيوال طالما انت ممكن تشتري اوتوماتيك ب 695؟ فاديني عقلك. لازم برضو الموضوع واحد شغل دماغه شوية. مقارنة وما ينفعش تتقارن. هي منافسة حلوة جدا ان يبقى في منافسة، بس اجابتي على الناس اللي بعتت لي دي ولا دي، لا التيبو طبعا. حتى لو مانيوال، التيبو افضل من النيسان في حاجات كتيرة جدا، خامات وموتور، سسبنشن، كل حاجة كل حاجة افضل بكتير جدا 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 عن